بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدعوة في المشاركة، وأشارك في الترحيب الحار بكل الذين أتوا في هذه المهمة، وأرجو لهم التوفيق. أعتقد أن المشهد السياسي في مصر، أن هذا البلد العظيم الذي أنجز ثورة عظيمة كثورة 25 يناير لم يتمكن حتى هذه اللحظة من قطف ثمار هذه الثورة، ولا زال أمامه شوط ضروري أن يقطعه لكي يشعر المصريون الذين قدموا الشهداء في الميادين وقدموا تضحيات غالية أثارت احترام الدنيا كلها، أن أوضاع مصر بعد الثورة قد تغيرت تغييرا يليق بأن نسميه تغيير ثوري. في اعتقادي أن هناك 3 مطالب كبرى للثورة المصرية عبرت عنها بوضوح واختزلتها هتافات شهيرة تكررت في مصر: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. وإذا شئنا أن نضع هذه الأهداف في صيغة سياسية، فإن المصريين قد طلبوا بالثورة نظام ديمقراطي يصون حقوقهم المدنية والسياسية، يكفل شراكة حقيقية بين كل المصريين في صياغة القرار، يقيم دولة وطنية ديمقراطية تعبر عن هوية حضارية متميزة ومستقرة لمصر، ويصنع سلطة قابلة للمحاسبة من قبل برلمان قوي في ظل قضاء مستقل، ويصون الحريات العامة في مصر في الاعتقاد والتفكير والرأي والبحث والتعبير والتنظيم والحركة الشعبية اجتماعا وتظاهرا واعتصاما وإضرابا سلميا. ونحن الآن في هذه اللحظة نستمتع في مصر بثمرة أولى لهذا النظام الديمقراطي، أننا نعيش في ظل رئيس انتخب عبر الصناديق أيا كان حجم الاتفاق أو الخلاف مع سياساته، مع دولة تخلصت سلطة القرار فيها من الضغط الزائد أو الفائض للمؤسسة العسكرية على القرار السياسي، وبدأ الجيش المصري يفرغ للدور الوطني الذي نطلبه جميعا منه في حماية الأمن دون تدخل في الحياة السياسية. لكن المعركة لم تستقر حتى هذه اللحظة، لأن المعايير سيضعها الدستور، والدستور الذي يوشك المصريون على إقراره لازال موضعا للخلاف الشديد لسببين: الأول أن اللجنة التي شكلت لوضع الدستور محل خلاف وطني واسع، لأنها شكلت بطريقة أخذت فيها بعض الآراء السياسية في مصر والمنتسبة تحديدا للإسلام السياسي نصيب من العضوية يمكنها من التحكم في قرارات هذه اللجنة، ونحيت فيها بعض الآراء التي تتشارك في الوطن وتختلف في الرأي. السبب الثاني أن لجنة الدستور حتى هذه اللحظة لا تمارس إفصاحا ولا شفافية في التعبير عن أعمالها يمكن من مشاركة مجتمعية حقيقية. وأعتقد أن أحد المعارك الرئيسية في الهدف الأول للمصريين من ثورتهم وهو الديمقراطية سيكون معركة إقرار دستور يعبر عن إرادة وطنية مشتركة في مصر لا هيمنة فيها لطرف ولا إقصاء أو استبعاد فيها لطرف أو أطراف. وسيعقب هذا انتخابات، يفترض أن هذه الانتخابات بالذات للسلطة التشريعية في مصر ستعيد تشكيل خريطة القوى في مصر، تشكيل ربما يكون أكثر دقة في اعتقادي الشخصي مما عبر عنه تمثيل البرلمان الماضي. في اعتقادي أن الأغلبية الكبيرة التي أعطيت لأحزاب إسلامية في البرلمان الماضي لا تعبر عن أغلبية حقيقية لهذه الأحزاب في الشارع بقدر ما تعبر عن كفاءة تنظيمية لهذه الأحزاب
رغم أنها هي الأقلية في مواجهة أكثرية مصرية لا تحسن التنظيم أو الاتفاق. المعركة الثانية والأهم من وجهة نظري في مصر هي معركة محاربة الفقر، معركة نصيب عادل للمصريين في ثروة الوطن، معركة شعار العدالة الاجتماعية الذي كان شعارا أساسيا لثورة 25 يناير. وفي هذا الجانب لا زال البون شاسعا أو الطريق طويلا ما بين المصريين وما بين تحقيق عدالة اجتماعية تعيد ترتيب أوضاع مصر وترد على أخطر تحدي يواجه المصريين وهو الفقر. في اعتقادي المشكلة الأولى والرئيسية في مصر هي مشكلة الفقر، والخطر الرئيسي الذي يمكن أن يطيح بالاستقرار حقيقة في مصر ليس الخلاف السياسي في الآراء، وليس القسمة الزائفة أو الثنائية التي يتم تصديرها لقسمة مصر ما بين سياق إسلامي أو ديني ومدني. فمعظم الأحزاب الإسلامية لا تطلب دولة دينية، ومعظم المدنيين في مصر أو ما يطلق عليهم تعبير علماني وهو تعبير غير دقيق من وجهة نظري مؤمنين بالطبائع بدينهم، مسلمين ومسيحيين. هذه الثنائية الزائفة عن قسمة المصريين لمدنيين وإسلاميين ليست هي القسمة الأهم، والخلافات التي تشهدونها أحيانا أو تتابعونها ما بين الأحزاب السياسية والجماعات ليست الأهم. المشكلة الأهم في اعتقادي في مصر هو هذه الفجوة الواسعة ما بين الأغنياء جدا والفقراء جدا. والمشكلة الرئيسية في مصر هي حرمان أكثر من نصف المصريين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وإمكانيات العيش الكريم. أنا أعتقد أن التحدي الأكبر على مصر بعد ثورة 25 يناير هو تحدي توفير حياة كريمة بشروطها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤمن للمصريين إمكانية حياة لا تدفعهم للانفجار بسبب الفقر أو تدني أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. أقول أن الشوط طويل بيننا وما بين تحقيق العدل الاجتماعي أو الاقتراب منه، وأعتقد أن مصر تحتاج بأحزابها وسياسيها، طبعا بالتأكيد كل مواطن فيها مهتم بهذا، وبكل النخب المهتمة بها، ولكل الحادبين على نجاح التجربة المصرية وعلى استقرار مصر، تفكير جاد في حلول جادة لمأزق الفقر الذي تواجهه مصر وقدرتها على الانتصار عليه. العلاقة الوثيقة ما بين نظام ديمقراطي المصريين يريدونه وبدأ تحققه وسيكتمل بالدستور وما يتلوه من انتخابات، وما بين مطلب العدالة الاجتماعية وهو المطلب الأكثر تأثيرا في عموم المصريين، أعتقد أن العلاقة ما بين هاتين القضيتين نظام ديمقراطي في مشاركة حقيقية وعدل اجتماعي ينصف الفقراء ويصعد بهم من أوضاعهم الموجعة هم التحديين الكبيرين أمام مصر الآن. بالتأكيد مش هنقدر نحقق في هذا البلد أي قدرة على محاربة الفقر بدون نهوض اقتصادي كبير وتنمية هائلة تنتظرها مصر وتتوقعها وتتمنى أن تكونوا شركاء حقيقيين فيها عبر مشاركة أوسع لكل الاستثمارات التي يمكن أن تتدفق على مصر، والتي أعتقد أن كل المصريين يرحبون بها. وأظن أن اتجاه غالب من المصريين أنا أنتمي إليه يدافع بحرارة عن حق المصريين في نهضة وتنمية اقتصادية كبيرة يتشارك فيها قطاع خاص قوي مؤمن وقطاع تعاوني وقطاع عام في حدود الضرورة، في إطار تخطيط يتفق عليه لتحقيق نهضة كبيرة في مصر، في إطار ما يمكن أن نطلق عليه اقتصاديات سوق اجتماعي أو رأسمالية لديها مسؤولية اجتماعية في مصر. أنا الحقيقة أدعو كل السادة الأعزاء الذين أشرف بلقائهم اليوم للشعور بالثقة في أن مصر ستستجيب
للتحديات المطروحة عليها بطريقة عاقلة. مستقبل مصر أنجزت تغيير كبير عن طريق المظاهرات في الميادين، لكن اعتقادي أن المطلب الآن هو التغيير عبر صناديق الانتخاب وبالأصوات في آلية تداول سلمي للسلطة تطمئن، لأننا دخلنا عملية تغيير ديمقراطي وليس تغيير عبر أدوات ثورية في الشارع. لدينا فرص حقيقية لتماسك مجتمعي كبير في مصر إذا أحسنت إدارة السياسة في قضية معالجة الفقر والشراكة الديمقراطية في القرار، وهذا أفق مفتوح سنناضل كمصريين من أجله. نحتاج دعم كل القوى التي أحبت اسم ميدان التحرير وارتبطت به وتحرص على الإسهام في إنجاح تجربة مصر بعد الثورة، ومنها رأس المال وبالذات رأس المال الأمريكي. وهنا لعله من المفيد في زيارتكم أن يعاد طرح سؤال: لماذا لم تنجز اتفاقية تجارة ما بين مصر وأمريكا إلى الآن؟ وأظن أنه مطلب لدى كثير من رجال الأعمال المصريين، وأعتقد أنكم تشاركون في هذا دون اشتراط شراكة من طرف ثالث أيا كان هذا الطرف الثالث، وتقدير العلاقات به للولايات المتحدة. أيضا أشير إلى إمكانية هائلة جدا في مصر، وهي ميزة نسبية مصريا في الطاقة الجديدة والمتجددة، بالذات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن أن تقدم بديل آمن لمصدر هائل للطاقة. وأعرف أن مصر مقدمة على إدارة جادة لتشريعات يمكن أن تحقق مناخ مستقر للاستثمار الأجنبي، من بينها ضمانات لحقوق العمال لا تعصف بهم، ولحقوق رأس المال لا تعصف به أيضا، وإمكانية إيجاد آليات للتفاوض الجاد وقت الخلاف دون التأثير على الإنتاج. وأظن أن مصر مهيئة بعد ثورة كبيرة ك25 يناير أن تتقدم تقدم واضح بقدر ما تستجيب لتحدي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية، وآمل أن تتاح الفرصة لكل المصريين أن يسهموا في ذلك على اختلاف آرائهم، وأن نجد يدا ممدودة من كل العالم الذي نثق أنه يحترم ويحب المصريين للإسهام في هذه التجربة. أشكركم وأحيي وجودكم وأتمنى لكم جميعا التوفيق.